دازو عليكم بزاف مملحات بصح كيما هذه ما شكيتش، حشوها مختلف، اقتصاديه وبزاف بنينه. تبعوا معايا الوصفه وبسم الله نبداو. العجينه اللي تجي خفيفه نسحقوا كاس تاع الحليب دافي، ملعقه كبيره تاع الخل، ملعقه كبيره تاع السكر، ملعقه كبيره خميره الخبز، 4 كاس تاع الزيت، ولموا بالفرينه وملعقه صغيره تاع الملح. انا الفرينه خدات لي 4 كيسان. المهم كي تتلم اعجنوها غير شويه وضيفوا لها ملعقه كبيره تاع مارغرين، اعجنوها راح تجي بزاف خفيفه. هاد العجينه هايله. حطوها وخلوها تخمر بجيه، وفي هذا الوقت نروحو نوجدوا الحشو. في مقله حطوا فيها الزيت وزبده، بصله مقطعه مربعات، فلفل مقطع بنفس الشكل، ملح، فلفل كحل وراس الحانوت. غطوا حتى يدبل. ضيفوا معاه الروز انعمه، الروز طايف في الماء والملح، ومعاه الطون تاع سيدي احمد. انا دائما نستعملوا هذا الطون والفتوني بزاف بنين، ولانه طون كامل ومخدوم زيت دوار الشمس. هنا العجينه بعد ما خمرت رشيت شويه تاع الفرينه، حليتها رقيقه. طبعت طابع مدور، نتوما طبعوا كيما حبيتوا. هنا كل وحده كنت نزيد نحلها رقيقه. وحطيت الحشو تاعي اللي كنت وجدته معاكم واللي لازم يكون بارد. دهنت الاطراف بالماء وشتو طريقه كيفاش غلط، راهي سهله باينه في الفيديو، درتها ديجا معاكم. دهنتهم بصافا البيض مع شويه تاع الحليب. ديكوريوهم كيما تحبوا ودخلوهم يطيبوا على فرن مسخن من قبل على اعلى درجه. هي النتيجه ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها.